بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا حظ الدنيا ونعيم الآخرة يا رب العالمين. هنا عاملين ايه النهاردة؟ عاملين بامية. نزلنا بالتومة ونزلنا بشوية زيت، وهنزل بقرن فلفل متقطع. أنا كنت مقطعة قرن فلفل اللي نزلت بيه مع التومة، ياخدوا يدوا مع بعض شوية بس مش يعني ايه دوبك يصفروا منك، يعني اللون يبقى بسيط خالص. امبارح فاض محشي، كنا عاملين كمية قليلة ورغم كده فاض، يعني إنه يعتبر نص الكمية فاضت. قلنا نعمل جنبه ملوخية ناشفة، ونعمل جنبه طاجن بامية. هنا كانت خلاص اهي التومة اصفرت حاجة بسيطة، هنطشها بالخل. هنزل بالخل اهو. هي التومة عندي مش محمرة ولا كده، هي مصفرة صفار بسيط، وانزل عليها على طول بالخل. الفلفل بيديها طعم جميل 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 يا جماعة. هنا اهو تاخد برضو تشطيب مع بعض اهي، وهنزل بالطماطم. انت عشان تنجزي نفسك حضري حاجة طبخة جنبك على طول، تكوني كل حاجة يعني الحاجة تخلص تنزلي باللي بعدها، حاجة تخلص تنزلي باللي بعدها، ما تعطليش نفسك على حاجة. هنا اهي. احنا طبعا كان عندنا بامية في الفريزر، يعني مفرزة. طلعناها حطيناها في طبق، وهنشطفها من مكان التلاجة. البامية طبعا يعني ايه، انا عملتها بدري جدا عشان يعني تاكل في التسبيكة بتاعتها وتتفاعل مع بعضها كده، وتديكي طعم بقى ايه. البامية الأكلة طبعا انتوا عارفين كل ما تقعد كل ما تحلو. هنا نزلت بالبامية اهو. والله هنا مش محتاجة شوربة، بس هنزل عليها بطبقين شوربة. حطيت البهارات بتاعتي، حطيت الملح بتاعي. طبعا شوربة البط طبعا مش هنضيعها كده، يعني ده شوربة بط، فقلنا نستغلها طبعا، يعني ايه احسن استغلال. جبنا حطينا البهارات، هنحط الملح. زودت الشوربة شوية مية، فطبعا هظبط الملح بتاعي. نزلت بايه شوية ملح صغيرين، لان الشوربة معايا متطعمة. انت شايفة ان لو هي محتاجة شوربة، يعني لو هي محتاجة ملح ظبطي ملحك، ظبطي بهاراتك، يعني بالعين كده. انا كنت زودت الشوربة شوية، زودت شوربة شوية مية، فطبعا قلت هزود شوية ملح في ال في البامية عشان طبعا تبقى مظبوطة ومتبقاش دلع. حاولي وانتي صايمة متبقاش ايدك فرطة في الملح، عشان الاكل ما يبقاش مش الاكل لما يبقى دلع هيتاكل، هيبقى يعني هتزوديه شوية ملح بسيطة هيتاكل. امال هتدلعيه، يعني هتحدقيه قوي مش هيتاكل طبعا. حاولي يعني ايه تقللي ايدك على قد ما تقدري في الملح، بخصوصا لو انت يعني لسه بدأ تخشي المطبخ، ولو انت صايمة. خلاص حطينا كل حاجة في البامية بتاعتنا وكده جهزت. هنهدي عليها خالص، هنهدي عليها وهنسيبها تتفاعل مع بعضها. هنعمل طبعا البامية بدري عشان
يعني اصحي اعمليها بدري، هتعملي بامية اعمليها بدري عشان تتفاعل مع بعضها هتبقى جميلة. وطبعا البامية كل ما بتقعد كل ما بتحلو. طبعا المحشي بتاع امبارح فاض بحاله، يعني نصه فضل معانا. هنزوده شوية شوربة، وهنحطه طبعا تبقى سفرة متكاملة. هنا طبعا الملوخية الناشفة بتاعتك لازم تنخليها. دلوقتي هتشوفوا بعد النخلة هيطلع منها ايه، عشان تبقى الملوخية معاكي ناعمة وجميلة، ما تبقيش قرفانة منها. نخلت اهي. دي بعد ما اتنخلت لازم تنخليها، ده شرط اساسي في الملوخية الناشفة. طبعا هنا هتعملي ايه، هننزل دي حتة ليا، كان عندي حتة ليا، قلت طبعا انا بحب الملوخية بالليا. قطعنا حتة ليا بسيطة فيها اهي، ونزلنا بشوية زيت صغيرين والثوم بتاعنا. طبعا من هنا عود الكزبرة، ده شرط اساسي برضه في الملوخية. عايزة تعملي ملوخية ناشفة، قطعي فيها عود كزبرة وبشورة طماطماية، او قطعيها يا ست الكل لو ما عندكش مبشرة. هنا هي البصل التومة كانت خدت لون بسيط، نزلت بيها بالطماطم والكزبرة، يعني عود الكزبرة اللي احنا مقطعينه. وهنقلب بقى ببعضه كده، ياخدوا ايه، يعني ايه غلوتين في بعض كده، هما يعني ياخدوا طبعا يعني يتداخلوا في بعض كده، هتبقى جميلة. كلمة رايحة مني مش عارفة ايه. المهم يعني هنا هنسيب الخلطة دي مع بعضها شوية اهي، وهنزل بالشوربة بتاعتي اهي. هنا كانت سبتها شوية يا دوبك اهي، بقى كل حاجة اتدبلت اهي. وهنزل كل حاجة اتشوحت اهي، جبت الكلمة كل حاجة اتشوحت مع بعض اهي. وهننزل بالشوربة بتاعتنا. دي شوربة بط يا جماعة، مش أي شوربة، لازم طبعا ايه نستغلها، يعني ايه أحسن استغلال. طبعا المحشي اللي فضل هنزود عليه شوية، هنحط عليه شوية شوربة عشان مش عايزين نحمره بزيت ولا حاجة. هنزوده شوية شوربة وتهدي عليه خالص، هتلاقيه زي ما كل ساعة عاملاه جديد المحشي بتاعك. رصي سفرتك وعلى قد ايدك اعملي، والمتاح عندك اطبخيه. طبعا الواحد بيقعد على الفطار مش بيفطر، يشرب مية يشرب العصير بتاعه، خلاص بقى شوية كده على ما البطن بتهدى ونبدأ ناكل. فاعملي على قد امكانياتك يا ستي، وكلي. عندك بامية اعملي لوحدها اعملي، واعملي جنبها طبعا البتنجان المحدق. يعني عندك ملوخية اعملي، المتاح عندك اعمليه، وربنا يعني ايه يجعله فطار هاني على قلوبكم. طب هنا نزلنا بالشوربة اهو. طبعا كانت الكزبرة والطماطمية المبشورة والتومة بايه بتشوحوا مع بعض، ونزلنا على طول بالشوربة اهو بعد ما تشوحوا. انا هنا كنت ظبطت الملح بتاع بتاع الشوربة. برضو شرط اساسي في الملوخية الناشفة تحط لها رشة سكر بسيطة، بيحفظها وبيخلي لونها اخضر وجميل. شرط اساسي في الملوخية الناشفة عود كزبرة، طماطماية مبشورة، ونخليها. لازم تتنخلي يا جماعة قبل ما تتعمل. هنا خدت غلوتين اهي، واللي هي عاملة شغل فيها بصراحة. هننزل بالملوخية اهي. يعني مش تحطيها وتسيبيها تلاقيها مكلكعة منك وعاملة زي الحنة بالظبط، لا، ايدك فيها بصي شفتي زي المضرب بالظبط اهي، بالمعلقة وافضلي اضربي فيها. انا طبعا لقيتها تقيلة، رحت مزوداها ايه شوية شوربة. ان يعني طبعا انا بعرف يعني الحمد لله اطبخ. طيب انتي مبتدئة، انزلي بالشوربة بتاعتك، لقيتيها تقيلة كده انزلي بالشوربة واحدة واحدة، عشان ما الملوخية ما تسقطش منك، وبرضو ما تبقاش ماسكة منك اهو.
تفضلي تقلبي فيها عشان ما تكلكعش منك وتطلع حلوه. بصوا بقى طالعه خضرا والله زي ما يكون ملوخيه خضرا بالظبط. شفتوا خضرها عامل ازاي؟ شرط اساسي برضو في الملوخيه الناشفه ان انتي تفضلي تضربي فيها كده لحد ما تبقى مظبوطه معاكي. لونها اخضر وجميل، ده بسبب رشه السكر اللي عليها. مش معلقه طبعا ولا نص معلقه، يعني ممكن ربع معلقه شاي، يعني رشه بسيطه خالص ترشيها عليها، تفضل محتفظه بلونها وبتبقى زي السكر كأنها ملوخيه خضرا بالظبط. يعني هحتاج برضو شوربه اهو، حطيت تاني وافضل اضرب فيها. ما تزهقيش وما تسيبيهاش عشان ما تفصلش منك اهي، تفضلي تقلبي فيها لحد ما تبقى يعني بصي اهي تنزل معاكي كده، يعني ايه بتعرفي ان انتي ملوخيتك نجحت. دي تنزل معاكي كده يبقى الملوخيه بتاعتك نجحت وتمام التمام اهو. وطبعا مش بتغليها جامد، هي بتاخد غلوتين وتطفي عليها على طول. هنا باميتنا بعد ما خلصت اهي، حاجه كده تفتح النفس. ويا ريت ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.